مساء الفل. معروف عننا كمصريين إننا شعب دمه خفيف وابن نكتة، بنحب الضحك والفرفشة، يعني عادي خالص تلاقينا بنروش ونهزر حتى في عز حزننا ومشاكلنا، وممكن نسف على نفسنا عادي جدا، وده بقى انعكس بشكل كبير على الفن المصري، وبقت الكوميديا جزء أساسي من السينما عندنا. وأنا النهاردة جايب لك أقوى 10 أفلام كوميدية في الألفية الجديدة، يعني من سنة 2000 وأنت طالع، أفلام تتفرج عليها لو أنت مودك وحش أو محتاج تفك عن نفسك. بس في ملحوظتين قبل ما نبدأ، أو هما 3 كمان. أول حاجة، القايمة بتبدأ من سنة 2000، يعني طبيعي مش هتلاقي أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية أو عبود على الحدود وغيرهم. تاني حاجة، إن الأفلام اللي هنذكرها هي أفلام كوميدية صرف، يعني لا هنركز على القصة أو الحبكة أو المورال، لكننا هنركز على الضحك وبس. وهيكون في حلقة تاني إن شاء الله عن الأفلام الكوميدية اللي فيها قصة ورسالة. الملحوظة التالتة، إن القايمة دي من وجهة نظري الخاصة، يعني لو أنت بتختلف معايا عادي جدا، هتنزل تحت في الكومنتس وتكتب لي القايمة بتاعتك. وكفاية بقى رغي لحد هنا، واعمل لايك وسبسكرايب وجهز فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا نبدأ. الفيلم رقم 10، حملة فريزر، من أجمل الأفلام اللي قدموها شيكو وهشام ماجد بعد انفصال الثلاثي. الفيلم خفيف ومليان مشاهد وشخصيات أيقونية، مديح البلبوسي، ملكة جمال العشوائيات ذات السمعة الطاهرة تباهي، والظابط سراج اللي كان همزة وصل وكان بيفرش الإفيه للشخصيات وبيبدع في رد الفعل. قصة الفيلم عبثية لكن ده اداها جمال أكتر، والكوميديا كانت بسيطة وبتعتمد على المواقف. يمكن السلبية الوحيدة إن الفيلم كان فيه شوية إيحاءات، لكن الفيلم في مجمله خفيف على القلب وهتلاقي فيه شوية ضحك حلوين. ونخش على الفيلم التاسع، عريس من جهة أمنية، من أجمل أفلام الزعيم في الألفية الجديدة. وعلى عكس باقي الأفلام، الفيلم قصته حلوة جدا وبيوريك قد إيه الأب ممكن يكون متعلق ببنته. والزعيم في الفيلم ده ليه شوية رياكشنات صفحات الميمز بتاكل عليها عيش لحد دلوقتي. تناغم رهيب في الكوميديا بينه وبين شريف منير والفنانة لبلبة. لو مودك مقريف أرشح لك الفيلم ده بقوة. الفيلم رقم 8، سمير وشهير وبهير. ظهور الثلاثي في السينما عامة عمل حالة مختلفة وطفرة في الكوميديا، وقدروا يقدموا لون كوميدي خاص بيهم. سمير وشهير وبهير الكوميديا اللي فيه مكتوبة حلوة جدا، برغم ان اظهار الفرق الكوميدي بين مراحل زمنية مختلفة دي حاجة مش سهلة. والميزة ان كل واحد في الثلاثي ليه لون معين في الكوميديا، فالتلاتة عملوا ميكس حلو جدا، وكانت اشكال الكوميديا متنوعة في الفيلم. قصة الفيلم مقتبسة وبتعتمد بشكل كبير على الكاركترات الكرتونية، لكنهم قدروا يأدوا ده بنجاح ويقدموا لك مشاهد كوميدية متقنة. ونخش بقى على الفيلم رقم 7، التجربة الدنماركية، وده الفيلم التاني للزعيم معانا في القايمة. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش يبقى فاتك كتير، هسيبهولك في الديسكريبشن تحت. الزعيم في الألفية الجديدة بدأت أفلامه تاخد منحنى تاني، وبدأ يعمل أفلام شبابية تتماشى مع الجو وقتها. والتجربة الدنماركية هيوفر لك جرعة ضحك ممتازة، وخصوصا في النص الأول من الفيلم. يمكن كان في بعض المشاهد فيها أفوارة، زي مشاهد الأكل ومشهد استقبال أنيتا من المطار، ومصر كلها والدول المجاورة تقريبا كانوا ماشيين وراها، بس عادي يعني قشطة، انت متقبل وبتضحك لأن المشاهد بتخدم اللاين العام للفيلم، وانت عارف ان غرض الفيلم الأساسي هي الكوميديا في المقام الأول. الفيلم رقم 6، الباشا تلميذ. الفيلم ده هو أقوى فيلم كوميدي قدمه كريم عبد العزيز، والراحل الجميل عم حسن حسني أبدع في الفيلم ده، والهات وخد بينه وبين كريم عبد العزيز كانت عالية جدا. الكرو كله كان متسكن صح، حازم وإنجي وحمزة ومايا وطارق كابو. القصة كانت لطيفة ويطلع منها ضحك كتير. الفيلم مليان إفيهات عايشة معانا. بستغرب جدا إن الناس دايما بتسقط الفيلم ده من القوائم الكوميدية. أنا عن نفسي لما بيجي قدامي بتفرج عليه وبضحك من قلبي وكأني بشوفه لأول مرة. الفيلم رقم 5، بنك الحظ. أنا بشوف إن بنك الحظ كان مغامرة وريسك كبير، لكن صناع العمل قدروا يكسبوا الرهان، ومحمد ممدوح أثبت إنه فنان شامل ويقدر يضحكك فعلا. والفيلم كمان كان نقطة فارقة في مسيرة أكرم حسني، وأعتقد إن هو اللي حطه في الزون اللي أصبح فيها حاليا، والكاركتر الأقوى في تاريخ محمد ثروت بشخصية زئرو. كوميديا الفيلم مرسومة بالمسطرة، والحلو اللي فيه إنه معتمد بشكل كامل على كوميديا الموقف أكتر من الإفيهات. الفيلم هيسحبك معاه وهيخلي الضحكة تطلع غصب عنك، وتطور الأحداث في الفيلم كان بيساعد على خلق مواقف كوميدية أكتر، وكان الأداء الأعلى في مسيرة أكرم حسني ومحمد ثروت من وجهة نظري. وبس كده، يلا بينا ندخل على الفيلم رقم 4، اللي بالي بالك. بص، هو أنا كنت محتار بينه وبين الليمبي، لكن فضلت اللي بالي بالك لأن القصة بتاعته كانت أقوى وكانت فيها جرعة من الدراما بجانب الكوميديا. وفي الفيلم ده بالذات أنا بحب شخصية رياض المنفلوطي أكتر من الليمبي. محمد سعد تفوق على نفسه في الفيلم بتقديمه شخصيتين عكس بعض لأول مرة في تاريخه. نجح بعدها في عوكل، وحاول يكرر ده في أعمال تانية زي كتكوت وكركر، لكنها قلشت منه. برضه عم حسن حسني كعادته في الفترة دي كان من أسباب نجاح الفيلم، وكلنا عارفين الكيمياء الرهيبة اللي بينه وبين محمد سعد. الفيلم معمول بطريقة حلوة وهتفضل تضحك فيه من أوله لآخره، وهتتأثر بنهايته، وبرضه لما بيجي قدامي ما بقدرش ما اتفرجش عليه.
نخش بقى على التوب 3. الفيلم رقم 3 لا تراجع ولا استسلام، بين قوسين القبضة الدامية، وواحد من أجمل الكاركترات اللي اتعملت في السينما، حزلقوم. بداية من اسمه ومرورا بشكله وطريقة كلامه، أحمد مكي عمل شخصية عايشة معانا لحد النهاردة. الفيلم فعلا خد القصة اللي اتهرست في 100 فيلم قبل كده، لكنه ما حسسكش خالص بده، بالعكس انت ضحكت من قلبك واندمجت واتفاعلت مع كل الشخصيات. ماجد الكدواني كان أداؤه عالي جدا، وهو ومكي كانوا بيعلوا بعض، ودنيا ومحمد شاهين أتقنوا أدوارهم وأبدعوا في ردود الفعل على إفيهات حزلقوم. ويكفي إن الفيلم لحد النهاردة بنشير الميمز بتاعته وبنردد الإفيهات اللي فيه. الفيلم ده من الأفلام اللي تعيش معاك لسنين قدام، وممكن تتفرج عليه كتير من غير ما تزهق عادي. ونيجي للفيلم رقم 2، غبي منه فيه. الفيلم اللي عمرك ما هتمل منه مهما جه قدامك. غبي منه فيه هتعيش فيه رحلة مرحة مع أبطاله، ومش هتبطل ضحك طول الفيلم. سلطان ونصة وضبش وسامية وأبوها، خلطة حلوة معمولة بحرفنة. الفيلم هتلاقي فيه كل أنواع الكوميديا، كوميديا الموقف، كوميديا الإفيه، كوميديا الكاركتر. تقريبا انت هتضحك في كل مشهد في الفيلم. عم حسن حسني والراحل طلعت زكريا مع هاني رمزي خدوا الفيلم لحتة بعيدة جدا، ورغم بساطة القصة إلا إن أداء الأبطال وجرعة الكوميديا المتقدمة خلاك ما تحسش بده. بالعكس بقى فيلم أيقوني وواحد من كلاسيكيات السينما المصرية. وأنا كنت عامل حلقة عن الفيلم ده وبشرح قد إيه هو عظيم وأيقوني، برضه هسيبها لك تحت في الديسكريبشن لو حابب تتفرج عليها. ونخش بقى على الفيلم رقم 1 في قائمتنا، فيلم بوحة، الفيلم الأعظم لمحمد سعد. كوميديا من أول مشهد لآخر مشهد، من بداية خناقته مع ولاد أبو إسماعيل، مرورا بنزوله القاهرة والليلة الملحمية اللي قضاها عند فالنتينو في الأوضة، بعدها علاقة الحب الغريبة مع كوتا، وشغله مع المعلم فرج، ومحروس الضبع اللي مش لاقي له أي أثر، والظابط ماهر اللي كل ما يتنقل اسم يلاقي بوحة في وشه. الفيلم هينجح إنه يشدك من البداية بأداء عالي ومجهود جبار من محمد سعد. فيلم بوحة يعتبر آخر فيلم حلو في تاريخ محمد سعد، بعدها ابتدى الكيرف ينزل بالتدريج لحد ما للأسف ما بقاش محمد سعد اللي نعرفه. حقيقي فيلم بوحة أو باقي الأفلام اللي معانا في القايمة بتعرفك فعلا إنه بقى عندنا مشكلة كبيرة في كتابة الكوميديا حاليا. كل الأفلام اللي معانا قصصها مش أقوى حاجة، لكن الكوميديا والضحك اللي فيها يخلوك تتغاضى عن أي حاجة تاني، ومخلينها عايشة لحد النهاردة. إنما دلوقتي السيناريوهات بقت كلها ركيكة وسطحية، حتى الإفيهات بقت رخمة ومبتذلة ومش بتضحك. فعلا السينما في بداية الألفينات كانت عايشة فترة ازدهار في الكوميديا، لكن ما تعرفش إيه اللي حصل ووصلنا للحالة اللي احنا فيها دلوقتي. عموما نتمنى من كل قلبنا إن الكوميديا عندنا ترجع تاني، لأن مصر طول عمرها هي رقم 1 في الكوميديا، إذا كان سينما أو مسرح أو تلفزيون. وبس يا سيدي، لو حابب نعمل أجزاء تانية للقايمة دي قول لي تحت في الكومنتس، وما تنساش طبعا تكتب لي القايمة بتاعتك، وتعرفني لو عندك أي أفكار حابب نتكلم عنها الحلقات الجاية. ولو المحتوى عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوفك على خير الحلقة الجاية. سلام.